صفقة عماد متعب للأهلي، ومدحت شلبي نجم النادي الأهلي يرحل إلى نادي بيراميدز بسيناريو رمضان صبحي، ونجم الزمالك مطلوب في الأهلي عاجل. كشف الإعلامي مدحت شلبي عن آخر مستجدات مستقبل رامي ربيعة لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر بالمجان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقال شلبي بالنسبة لرامي ربيعة هو ما عندوش مشكلة في التجديد للنادي الأهلي، بل بالعكس هو مرحب بفكرة التجديد تماما. وتابع رامي ربيعة وقال إني ما عنديش مانع في التجديد، هو بس ضيق الوقت بين المباراة، وإن شوبير مش مصدق في قصة ضيق الوقت دي. وأضاف شلبي ربيعة ما عندوش نية للرحيل لفريق الشمال القطري. ومن ناحية أخرى عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة جديدة مع حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي من أجل التواصل لتجديد عقده مع النادي الأهلي، وينتهي عقد محمد الشناوي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يقم اللاعب بتجديد عقده حيث أن هناك خلاف في المقابل المادي. وطالب محمود الخطيب بترضية محمد الشناوي، خاصة في ظل العروض المغرية التي رفضها اللاعب من الخليج في فترة سابقة، ويأتي ذلك في الوقت إن الشناوي يرغب في الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه سنويا. ويتمنى عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق انتقال أحمد مصطفى السيد زيزو نجم نادي الزمالك الانتقال للنادي الأهلي، وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد اللاعب حتى الآن. وقال عماد متعب أتمنى أن يتعاقد النادي الأهلي مع زيزو في الفترة المقبلة. وأضاف الأهلي يحتاج في التعاقد مع مهاجم وجناح وصانع ألعاب ومدافع.